السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افيد التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه اي تراك جي بي اس تراكنج. التطبيق ده مساحته 8 ميجا و5 من 10، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده خاص بالعربية او السيارة بتاعتك. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت بتكون محمل التطبيق والتطبيق بيكون معاه جهاز. الجهاز ده انت بتكون محط موجود في العربية. بتقدر من خلال الجهاز ده ان انت تعرف مكان العربية بتاعتك فين. في حالة ان انت مثلا في البيت بيقدر يحدد لك الموقع بتاع العربية بتاعتك فين بالظبط، ويقول لك كل المعلومات عنها: العربية نوعها ايه، موديلها، العربية فاصلة بينها وقت قد ايه. كمان بيقدر يقول لك لو انت حاططها مثلا في جراج ولا حاجة، بيقدر ان هو انت تحدد له مكان معين العربية تتحرك فيه. في حالة ان هي زادت التحرك بتاعها عن المكان ده بيديك انذار. يعني انت مثلا حاططها في الجراج وسي مثلا مديها مساحة 200 متر او 100 متر. في حالة ان هي تخرج اكتر من 100 متر او 200 متر، بيقدر ان التطبيق ده يبعت لك انذار او اشعار يقول لك ان العربية اتحركت او العربية في خطر. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو انت مثلا في محافظه والعربيه بتاعتك في محافظه تانية، بتقدر انت تخش على اللوكيشن بتاع العربيه، يقدر يقول لك العربيه بتاعتك في انهي مكان بالظبط، يعمل لك لوكيشن ان انت توصل لعربيتك. في حاله مثلا العربيه بتاعتك اتسرقت، العربيه بتاعتك آه، آه، فقدت، حد خدها، حد ضاعت منك، انت نسيت مكانها فين، اي حاجه من الحاجات دي، بيقدر ان هو يقول لك مكانها فين بالظبط على طول، ويقدر يحدد لك مكانها على الخريطه. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان في امكانيه او خاصيه ان انت تفصل المحرك بتاع العربيه. في حاله ان انت تفصل المحرك بتاع العربيه، بيطلب منك الباسورد اللي انت بتكون عامله للتطبيق. ولما بتفصل المحرك في الوقت ده، لو انت حتى ركبت العربيه بتاعتك بالمفتاح وجيت تدورها، مش هترضى ان هي تدور. ده الفايدة من التطبيق وده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق بقى ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان هو يعتبر جهاز بتشتريه. فانت لازم بتكون مشتري الجهاز ده ولازم بتكون مشتري التطبيق عشان تقدر تستمتع بكل مميزات التطبيق. بس كده يعتبر نفس شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.